في بنات ما بتحبش تحط ايلاينر خالص، او ما بتحبش تحط في عينيها حاجات كتير او حاجات من فوق. طيب بس لكن لما بتكون رايحه في ايفنت او عايزه تحط ميك اب بتبقى نفسها عينيها تبقى متحدده اكتر. لو احنا ممكن نستغنى عن الايلاينر، ممكن نحدد عينينا بالكحل. الكحل برضو بيغني عن الايلاينر وبيرسم العين بشكل حلو، وخصوصا لو انا عيني نازله لتحت او ان انا عيني انا مش بعرف ارسمها قوي، انا ممكن بالكحل اعدلها. تعالوا نشوف مع بعض احنا ازاي هنعمل ده. نستخدم قلم، اي قلم اسود كحل عندنا، ونقدر ان احنا نرسم بيه ونتقل الكحل كمان، ونقدر ان احنا ازاي نكبر العين او نصغر العين بيه. بس الاول احنا هدفنا ان احنا نحدد العين بس. حدد العين يعني يكون شكلي من بعيد باين ان هو فيه ميك اب، وان انا حاطه فعلا ميك اب وبعرف ارسم عيني كويس. وعشان اعرف ارسم عيني كويس انا لازم اعرف اكون كمان بستخدم الكحل زي الايلاينر بالظبط، عشان في بنات كتير جدا بتحط الكحل وبيسيح منها، او انها ما بتحطش الكحل كويس فمش بيبين على شكل عينيها كويس. ساعات بيضيقها، ساعات ان هو بيغمقها. علشان كده لازم نعرف ايه الشكل اللي هيليق علينا او نرسمه ازاي بالظبط. يلا بينا. ببدأ الاول من طرف العين كده، بشدش عيني خالص ولا بشد عيني جامد، انا ببقى مركزه في المرايه ان انا عيني تبقى في النص، وببدأ اخد الطرف ده من جوه الخارجي، وهعمل حرف الفي. بس انا كل ده بعمله في خط العين. انا بالنسبه لي بحب جدا اعمل ابلاند الكحل كده في عيني، وابتدي ان انا احط كتير منه لغايه اما احس ان هو بلاندد قوي، علشان ما يبقاش مخطط او طالع او نازل. وكل شويه بشوف عيني مرتاحه كده الكميه اللي انا حطيتها ولا لا. بعد كده هعمل حرف الفي واطلع لفوق شويه بالراحه جدا. هبتدي ابص لتحت وادخل جوه العين من جوه. هبتدي ادخل الكحل تاني جوه بس رفيع خالص. ما ينفعش نحط خط تخين من جوه علشان ما يضايقش العين. في ناس ما بتحبش ترسم عينيها كلها، وفي ناس بتحب ترسم بس الطرف. انا برضو بحب ارسم الطرف اكتر. وبعد كده ممكن ابتدي ارسم خط رفيع جدا جوه العين، او ان انا ادخل معاه لون بني. ببتدي بقى على العين من فوق، بدخل كده بضغط على الرموش برضو. مش هشد عيني قوي، بس هبتدي احس ان انا بس كده برفعها عشان ارسم على الخط الخارجي ده من فوق شويه. ممكن جدا بالغطا بتاع القلم واروح عامله كده كبلاند يعني. ممكن بعد كده اروح عامله كده. في نفس الوقت انا كاني رسمت ايلاينر بس خليته سموكي شويه. لو انا مش عاجبني ان انا نزلت قوي هنا كتير من الكحل، ممكن امسح عيني بالكيوتب كده. احنا رسمنا العين دي، كان اكتر ان انا محدداها، بس محدداها حاولت ان انا اعملها شويه سموكي بس ان هو ما يكونش سموكي قوي، وحددتها علشان ابتدي ان انا اوريكم ازاي اقدر احدد العين من غير ايلاينر. العين التانية بقى انا هبتدي ان انا احط فيها كحل من جوه العين بس. ده لو في ناس فعلا بتحب تحطه. انا هنا مش قصدي اصغر او اكبر، انا بوريكم بس شكل العين بيبقى عامل ازاي، سواء الكحل من جوه او الكحل من بره. فهنا انا خرجت الكحل اكتر من بره، لكن هنا هدخل الكحل جوه بس. هحط كل العين من جوه الكحل، علشان في ناس بتحب بس تحط الكحل من جوه العين، وبتبقى اغلبيتها عيون واسعه يعني فيها البياض كبير قوي، فعشان كده بتعمل كده عشان تضايق العين. انا باخد من بره الاول كده، وببقى بطريقه خفيفه جدا بمشي جوه العين كده، مش بروح وارجع. عشان كده لو رحت ورجعت انا بعمل بلاند وبنزل العين معايا كده. انا المفروض برسم خط رفيع جوه العين علشان اضيقها، او ان انا بحددها. بس انا مش عايزه احط ميك اب، او مش عايزه احدد عيني اوفر او كتير، فببتدي ان انا احط بس الكحل جوه العين علشان ابين بس ان انا حاطه حاجه بس تحدد لي العين او رسمه بس للعين. لكن هنا انا عملت شغل اكتر، ان انا خرجت الكحل من بره، عملت له بلاند،
فالمفروض ان ده حاجة تانية خالص. دلوقتي بقى انا حددت العين كلها من جوه بخط رفيع جدا، ما عملتش بلند كتير او ما ابتديتش ان انا اشتغل ان انا احط كذا مرة منها. انا حطيت خط بس، هو ان انا محتاجة هنا ان انا احدد عيني ومحطش ميك اب باين قوي فيها. فالناس اللي بتحب العين ان هي تحددها بالشكل الرفيع او ان هي تكون مش حاطه شغل كتير او عامله حاجه، ممكن تختار الكحل من كده. او اللي انا عايزه اعمل ان انا يبان عيني من بعيد ان انا عاملاها محدده اكتر او عامله سموكي فيها اكتر، فممكن نختار العين دي. كده احنا خلصنا، عملنا شكلين مختلف للعين ازاي نقدر نحددها لو احنا ما بنعرفش نرسم ايلاينر. فحبيت ان انا اوريكم بالكحل ان انا ممكن اعمل ميك اب يحدد لي العين، احط الاي شادو بتاعي عادي وبعد كده بحدد الميك اب بتاعي او الميك اب العين بتاعي بكحل بس، مجرد بس ان انا بظبط ان انا عايزه ايه من اللوك بتاعي. في العين الشمال انا حطيت الكحل وقعدت اعمل له بلاند، وممكن خرجت بره خط العين شويه علشان ينزل او يوسع عيني اكتر، وان انا كمان عايزه ان عيني يبان ان شكلها سموكي شويه. اما العين دي انا بقى عملت فيها حاجه تانية مختلفه، انا مش عايزه يبان عيني انها متحدده قوي، وان انا مجرد بس ان انا بحب احط كحل في عيني عشان عيني ما تبقاش بهتانه، او ان انا بحب ان انا اضيق عيني شويه، فانا برضو بستخدم هنا الكحل خط رفيع جدا جوه العين. انهي بقى اللوك عجبكم؟ قولوا لي في الكومنتس.